قضية حنين حسام. الأجهزة الأمنية تمكنت بالفعل من القبض على حنين حسام فتاة التيك توك تنفيذا للحكم التي قضت به المحكمة بمعاقبتها بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200,000 جنيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما سمعتوا كده، حنين حسام القاضي فجعها 10 سنين هي وكام جلدوش تاني معاها و200,000 جنيه غرامة. النوع ده من القضايا بيعجب الناس بتفرح جدا انه يكون في قضاء قوي وبيردع امثال الساقطات مثل حنين حسام او مودة او غيرها. لكن احنا كنا عقبنا في فيديو قبل كده في قناة احمد ونهى لما اتقبض على اصحاب القناة ده احمد ونهى، وقلنا ان ماشي اوكي، ما فيش اي مشكلة انكم انتوا تقبضوا على اي حد بيقل بالاخلاق او بتحصل منه تصرفات او فيديوهات مخلة بالاخلاق او بالشرف، مفيش اي مانع. لكن كل ما هنالك ان رجعنا برضو لنفس الكيل بالمكيالين. يعني مثلا لو جينا قررنا اللي عملته حنين حسام وامثالها تمام باللي بيحصل في السينما المصرية، وما ادراك ما السينما المصرية، ما فيش وجه مقارنة اساسا. يعني في قذرات في السينما وقذرات في المهرجانات بيتنفض ليها وبيسكت عليها. رانيا يوسف مثلا ومؤخرتها الكبيره دي، انتوا الحكايه دي عدت كده ولا حد حكى معاها ولا حد قال لها انت بتعمل ايه، وهي قمه القذاره. السؤال هنا بس، لحد امتى احنا هنفضل نتعامل مع القضايا الاعلاميه بس؟ يعني القضيه اللي تاخد ضجه على الاعلام، على السوشيال ميديا، على القنوات، هي بس اللي الدوله بتتحرك فيها وبتعمل فيها اللي الناس نفسها فيه. لكن هناك او زي ما بيقولوا كده ما خفي اعظم. يعني في امثال حنين حسام دي من العاهرات والساقطات الاف مؤلفه، وبعلم الدوله وبعلم الحكومه وكله مكبر دماغه. اسالوا على قضايا الدعاره ومعدلات الدعاره وصلت لحد فين، وكنا حكينا في الكلام ده قبل كده وقلنا يا اخوانا معدلات الزنا والدعاره دي وصلت المعدلات ترجف. ومعدلات الزواج العرفي في المدارس، ومش هنقول ثانوي ولا كليات اعدادي، العذريه وغير العذريه وحاجات كتيره جدا 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 مصهين فيها، لان ما حدش يعرف عنها حاجه وما حدش بيجيب سيرتها. لكن واحده زي حنين حسام دي خدت عشان قضيتها مشهوره بس، لكن في امثالها كتير جدا. في عاهرات بتصور افلام اباحيه بحت ومصريات بحت كده، واخد بالك. وزي ما قلت لكم الحكايه مش هتكلف ازيد من سيرش صغير على جوجل او على سفاري، وانت هتشوف بعينك. يعني الناس دي فين من القضاء، والناس دي فين من الردع، الله اعلم. كذلك الامر السينما المصريه اللي بتعج بشكل فج من الفساد، حتى ان الشهر الكريم ما بيسلمش منهم، شهر رمضان الكريم ما بيسلمش من قذرات الممثلين. تمام، الشريحه دي من الناس او القطاع ده من البني ادمين قطاع زباله عايز ردع بشكل كبير جدا. لكن احنا بناخد منهم ناس زباله وبنعملهم نجوم. يعني لا يخفى عليكم قضيه احمد عز وزينه، وهي قضيه زنا صريح نتج عنه اطفال في الحرام. الدوله كرمتهم. ده بيمثل افلام للجيش وللصاعقه وبطل، والرئيس بيكرمه، وزينه بتمثل زي ما هي ولا حد قال لها بتعمل ايه. لو الان كانت من ده كله ايه، ان الناس اللي زي دي واللي هم بيطلعوا بيطالبونا وبيحكوا لنا عن الوطن والوطنيه وبلدنا ولازم نحافظ عليها والكلام الهبل ده كله اللي هم اصلا مش مؤمنين بيه. الواحده بتحمل من جوزها او تحمل في الحرام ايا كان مش هتفرق، تمام، وبتروح تولد في امريكا عشان اطفالها يتولدوا وياخدوا جنسيه امريكيه، وتيجي عندنا احنا قال تطالبنا بالوطنيه وتطالبنا بحب الوطن وان احنا لازم نستحمل عشان البلد. الناس دي ناس كدابين. قطاع الممثلين وقطاع الاعلاميين دول ناس زباله، اقسم بالله العلي العظيم ماليهم غير السجون والاحكام الرادعه. انا يمكن عجبني كلام القاضي، لكن يا سياده القاضي كل الاحترام والتقدير لاحكامك وقضائك ونزاهتك ولا نشكك في ده، لكن في بلاوي متلتله ومع الاسف القضاء في مصر ما بيحكمش غير بالاوراق اللي قدامه بس. ودي يعني دي مشكله من مشاكل القضاء في مصر، ان انت القاضي بيحكم باللي قدامه، ما باليد حيله، هيحكم بيغير اللي قدامه، الورق اللي مقدم من النيابه ومقدم من الادعاء ومش عارف ايه والكلام الرصه بتاعت المحاكم دي. فاللي احنا عايزين نقوله، اذا كان في حد عايز يحافظ على الاخلاق في بلدنا وفي وطننا، فيمشي القانون على الكل مش على الناس الظاهره بس. تمام، في فساد في مصر، في فساد اقسم بالله العظيم بصوره فجه وبصوره لا تتصور. تمام، ومفيش رقابه. امنعوا المواقع الاباحيه عن مصر، ما نقفلاش ليه؟ ولا احنا ما قاعدينش نقول للامريكان لا؟
تمام، وغيرها وغيرها، نتفليكس والترويج للمثليه الجنسيه، ما حدش واخد قرار ولا حدش واخد اي حاجه في وش الكلاب دول كلهم. تمام، لكن واحده زي دي في 60,000 داهيه، انا معاك ان هي شمال بيت كلب وتستاهل اكتر من كده، كانت المفروض تتعدم في ميدان عام هي واللي زيها. لكن خلوا، يعني هقول لك المساواه في العدل ظلم، عارف المساواه في الظلم عدل. تمام، وان كان ده مش ظلم، ده عدل، لكن ساووا بين الكل، يعني ساووا بين الكل. خدوا القطاع الاعلاميين وقطاع الممثلين والسفله والزباله منهم دول كلهم ضربوا الناس. بس هذا اللي بنقوله. يسلم قضاءنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.